ازاي تخلي القارئ ما يزهقش من مشاهد الشخصيات الجانبية والشرير بتاعك في الرواية؟ عزيزي الكاتب، خلينا نديك شوية تيبس اند تريكس. أولا، خلي المشاهد قصيرة. يعني ما يبقاش هو مثلا شرير الرواية والقارئ أصلا بيكرهه وتقوم تخلي مثلا لو الفصل بتاعي 20 ورقة، تخلي مثلا 10 منهم يكونوا بيتكلموا عن الشرير. لا، خليك آخرك صفحتين تلاتة بس الشرير والباقي يكون البطل والبطلة بتاعتك، لأنها لو طويلة غالبا القارئ هيعملها سكيب، مش هيقراها أساسا. 2، خلي المشهد ليه هدف. اكتب دايما جنب المشهد بتاع الشخصية الجانبية أو الشرير ده كلمة هدف. هو ملوش هدف أصلا، يبقى الموقف كله ملهوش لازمة، ما تكتبوش أو ما تحطوش في الرواية بتاعتك، لأن غالبا القارئ مش هيهتم، لأن هيحس إن هو ملهوش لازمة، هيجي عند النص وهيقف وهيرجع تاني الوقت البطل. طيب أحط له هدف إزاي؟ يعني مثلا معنى إن أنت تخلي الشخصية الجانبية إن أنت بتحكي عن مثلا هي إزاي وصلت لإن هي بقى عندها التروما الفلانية دلوقتي، أو إزاي مثلا ليه الشرير بقى شرير أصلا، يعني ايه اللي خلاه يتحول من هو شخص عادي زيه زي أي حد تاني لأن هو يبقى شرير. هو ليه بيكره البطل، السبب بتاعه مثلا. تشرح الغيرة بتاعته أيا كانت هي. أو هدف مثلا زي إن أنت تبين خطة مستقبلية ليه، هو ناوي يعمل ايه، زي مثلا ناوي ازاي مثلا ينتقم من البطل وهكذا. لو ليه هدف يبقى هو دي لازمة، ملوش هدف ملوش لازمة ما تكتبوش. النقطة التالتة بقى، ده الجوكر بتاعك، ده الجيم تشينجر، ده يبقى أهم واحد شد عين القارئ. طيب ازاي اشد عين القارئ؟ ان انت مثلا دلوقتي بتتكلم عن شخصيه جانبيه، حلو، اعمل قصه رومانسيه ما بينهم. دي حاجه يعني القراء دايما بيحبوها، ولكن خد بالك من حاجه، اوعى تخلي القصه الجانبيه تبقى احسن من الرئيسيه. بمعنى ان هو احيانا مثلا لما نتفرج على مسلسلات بنلاقي ان في بعض القصص بتاعت الشخصيات الجانبيه بتشدنا اكتر من الرئيسيه. اوعى تعمل كده في الروايه بتاعتك، لان انت كده هتخلي القارئ يعمل سكيب للقصه الاساسيه اساسا. طيب اعمل ازاي؟ احاول اخليهم الاتنين احسن من بعض. ده معناه ان انت كده عندك مشكله في الشخصيات الرئيسيه نفسها، القصه بتاعتها. وقتها هبدا بقى ازود حاجات او نقص حاجات من الشخصيه من القصه الرئيسيه، بحيث ان انا اخليها مساويه، ان هي حلوه زي الجانبيه. تمام. الحاجه التانية ان احنا ممكن نحط مثلا موقف اكشن، ولكن خد بالك ان الموقف ده يكون ليه هدف. يعني مثلا الشخصية الجانبية دلوقتي خلينا نقول إن هي أخدت قلادة ملعونة ولازم توديها مثلا للبرج، هتسلمها البرج. حلو، البطل ادى لصديقه مثلا يسلمه البرج، فهو فجأة هيطلع وحش، حلو، عشان يهجم عليه. ما تخليش مجرد ان هو طلع يهجم عليه كده خلاص، لا، حط هدف. يعني مثلا خلي ان الوحش اللي طلع عليه ده الشرير هو اللي بعته عشان يختطف القلادة، عشان القلادة دي مثلا هيدمر بيها العالم، اي حاجه. بس ما تحطش موقف اكشن كده خالص، يعني مش وحش مثلا هيظهر من العدم عشان يحاول يقتل الشخصيه الجانبيه دي وخلاص، كده ملهاش معنى. طيب الحاجه التالتة، ودي بتبقى واحده من احلى الحاجات في انك تكتبها او تقراها، وهي الحوار الساخر. الحوار الساخر ده كل ما بيعلى كل ما بيبقى احسن، وبتبقى غالبا ما بين يا اما اتنين بيكرهوا بعض جدا، يا اما اتنين مثلا اللي هو بيبقى ما بينهم love و hate relationship، او اللي هما بيكونوا frenemies مثلا. طيب الحاجة الأخيرة هي ممكن برضو إنك تحط sense of humor. يعني مثلا الشخصية الجانبية بتاعتي أو الشرير يكون دمه خفيف. عايزاك تفتكر مثلا معايا لوكي، أسلوب الرد بتاعه تحفة، لدرجة إن هو المشاهدين بيفضلوا قاعدين مستنيين هو لوكي أصلا هيرد يقول إيه. دي حاجة من الحاجات برضو اللي هي بتبقى حلوة جدا عشان تخلي القارئ عينه تتشد إن هو على طول يبقى بيقرأ الجزء بتاع الشرير مثلا. كده عزيزي الكاتب تكون عرفت